أكل مطاعم فاخر من الآخر. مين قال بقى إن الأكل البحري لازم يكون غالي؟ النهاردة هنعمل بسارية مقلية مقرمشة ولذيذة جدا ب20 جنيه بس. طعمها أحلى من المطاعم وسهلة وسريعة جدا في التحضير. تعالوا نشوف عملناها ازاي والسر اللي يخليها مقرمشة وذهبية زي الجاهزة بالظبط. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. بمسك كده السمكية وبقص دماغها ببطنها، مش بسيب فيها البطن خالص. تمام. هي سهلة جدا، يعني مش بشيل الشوك منها ولا أي حاجة. أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بشيل بس الدماغ والبطن زي ما موضح قدامكم في الفيديو كده. ونروح بقى على التنظيف، ودي أهم حاجة يا جماعة. لازم السمك بتاعنا يبقى نضيف علشان يبقى طعمه حلو ومفيش زفارة. بتنضفيه ازاي يا سارة؟ بملح وليمون ودقيق، أنقعه شوية كده وبعد كده بشيله من المحلول ده وأصفيه. سهل خالص. عاوزة أقول لكم بجد يا جماعة كان طعمه جميل جدا جدا. هروح بقى أجهز التتبيلة بتاعتي، وهي عبارة عن توم بقطعه زي ما انتم شايفين كده قطع صغنونة. طبعا انت ممكن تعملي الخطوة دي في الهون عادي، بس انا حبيت اعمله على البلانش لان انا هعمل معاه فلفل. والفلفل لما بعمله في الهون مش بيتقطع كويس او مش بيتهرس كويس. فانا قلت اعمله كده. طبعا حطيت كمية صغيرة من الفلفل لانه طلع حراق جدا. فانت لو بتحبي الاكل سبايسي زودي، عاوزة تحطي فلفل اكتر براحتك خالص. التتبيلة بتاعتنا بقى، التوابل يعني، ملح وكمون وكزبرة، وحطيتهم كده على التوم. واجيب كمان ليمونه واعصرها عليهم. دي كل التتبيله اللي انا هحطها. عاوزه اقول لكم كانت ريحتها جميله جدا. هي دي عامه التوابل اللي احنا بنحطها على اي سمك. هجيب بقى السمك بتاعي اللي انا صفيته كويس بعد ما نقعته كده كويس في الدقيق وظبطته. هحط عليه التتبيله كده واسيبه شويه لحد ما اروح اخرط البصل. هتعملي البصل ده تعملي بيه ايه؟ اكيد هعمل بيه رز الصياديه. عاوزه اقول لكم رز الصياديه يا جماعه طالع معانا روعه روعه روعه. هقطع البصل زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيرة. انت بقى براحتك، عاوزة تكتري كمية البصل تقلليها براحتك، الكمية اللي انت تحبيها براحتك. وهخرطه زي ما انتم شايفين كده. انت ممكن تحطي معاه فلفل، ممكن تحطي معاه توم، ممكن تحطي معاه طماطمايه، اللي انت بتحبيه حطيه. بس طبعا الاساسي معانا البصل عشان انا عاوزة احمره. جبت كده فص توم وقطعته شوية صغيرين خالص كده، وكمان شوية فلفل حار. رحت بقى في حلة بتاعتي كده على النار وحط فيها شوية زيت محترمين كده، وحطيت البصل بتاعي وحطيت رشة سكر صغيرة ومعلقة كمون. انا لسه مش هحط التوابل دلوقتي، انا حطيت بس معلقة الكمون كده علشان اشوحها كويس مع الزيت. نزلت عليهم بالثوم وشوية الفلفل الصغيرين اللي انا عاملاهم، وافضل اقلب فيهم بقى لحد ما يتحمروا خالص. وهم على النار كده جنبي رحت جبت كده سلاكة اسنان، اللي هي الخلة يعني، وبدأت أحط فيها السمك بتاعي. طب انتي بتعملي الخطوة دي ليه يا سارة؟ علشان لما اجي احمر البسارة بتاعتي، طبعا هي حجمها صغنون ولسه هحط عليها دقيق وكلام من ده، لما تحط في الزيت هتلاقيها عوجت وبقت عوجة وشكلها مش حلو. فانا عاوزاها يبقى شكلها لذيذ كده وتبقى مستقيمة. شايفين اللون الجميل اللي قدامكم ده؟ انا عاوزة البصل يبقى باللون ده. ما تقوليش بقى كده البصل اتحرق، لا هو كده البصل كده جميل قوي. علشان الرز بتاعك يطلع احمر وجميل اعمليه باللون ده. حطي عليه شويه ميه وكمون وكزبره وملح، واسيبهم يغلي شويه كده، وبعد كده هنزل عليهم بالرز. تمام. بتظبطي الملح بتاعك بقى وبتظبطي الميه بتاعتك برضو عادي خالص، وبتحطيهم بقى على النار. سيبي الرز لحد ما يتشرب ميته. كنت خلصت كل الكميه بتاعت السمك. اروح اجهز بقى الكفر بتاع الدقيق. عندي كوبايه دقيق عليها معلقه نشا وملح وكمون وكزبره. ممكن تستغنى عن الكزبرة في الخطوة دي عادي. ده الكفر اللي انا هقلي بيه السمك. الرز بتاعي كان اتشرب خلاص. رحت نقلها على نار هادية كده، وجبت بقى طاسة حطيت فيها زيت، واروح بقى اقلي السمك بتاعي. طبعا البسارية مش محتاجة ان هي تستوي بقى من جوه وكلام من ده. هي نار عالية عادي خالص بتستوي تبقى تمام تمام يعني معاكي. علشان ما تنشفش منك جامد ما تهديش عليها النار، خلي النار عالية عادي. حطيت عليها الكفر بتاع الدقيق اللي انا لسه عاملاه معاكم دلوقتي ده، ورحت حاطه السمك بتاعي ده بقى في الزيت. شايفين بقى عشان هو محطوط في خلة سهل عليا خالص ان انا اقلبه ويطلع معايا كله واخد لون واحد ومقرمش وجميل. طبعا سر القرمشة في ان احنا حاطين معلقة نشا مع الدقيق، وكمان في ان احنا معلين النار. هتعلي النار هيطلع مقرمشة من بره، ومن جوه هتطلع طرية وجميلة. لكن لو هديت النار على البسارية هيطلع كلها ناشفة. طبعا كل ما اعمل طاسه اروح اصفي الزيت علشان بيعمل راسب كده. شايفين اللون الجميل والسمك طالع معايا تحفه. بصوا يا جماعه، شايفين الرز الصياديه لونه جميل ازاي؟ طب شايفينه طالع مفلفل ازاي؟ عظمه يا جماعه.
انا عاوزه اقول لكم يا جماعه حطوا لايك عشان ما ازعلش منكم. لايك يا جماعه وشير للفيديو يا جماعه. ايه رايكم في العظمه ده؟ اكل مطاعم وفاخر من الاخر في البيت وبمنتهى السهوله وباقل التكاليف. يعني عاوزه اقول لكم نص كيلو بسارية ده ب20 جنيه. يلا بقى استنوني فيديوهات تانية كتير وباي باي.